بسم الله الرحمن الرحيم. من امبارح في جدل كبير في اسعار الدواجن، وناس كتير لما نقول لهم الاسعار نزلت في ناس تقول لا احنا اشترينا بسعر غالي. فانا رحت لاخويا الاستاذ احمد رضوان. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ عنده استاذ احمد طبعا خريج كليه حقوق يا جماعه، عنده محل فراخ وراجل محترم بيبيع كل يوم بالسعر الجديد. النهارده يا استاذ احمد هسالك بقى وانت تجاوبني. اتفضل. امبارح الاسعار كام بعت للمستهلك بكام والنهارده بكام؟ السلام عليكم. الاول حضرتك شرفتنا يا استاذ اشرف، شرفتني جدا باحضارك الكريم. الله يخليك. من كام يوم يعني نقول من 3 ايام مثلا كانت ماشيه 85 جنيه للابيض، سعر الكيلو للحم الابيض. تمام. النهارده بقى بعت نزلت بكام؟ بعد كده 80. لا انا عايز النهارده وامبارح. النهارده 75. انت بايع النهارده بكام؟ 75. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ما احمد بساله ما عادش عنده حاجه، هو خلص البضاعه اللي عنده كلها. الحمد لله، ده من ساعتين الحمد لله كنت. طب البلدي بايعه بكام النهارده يا استاذ احمد؟ 105. 105. انا وصلني معلومه ان امبارح المزارع مسلمه التجار ب 78 بكام؟ ب 68 الابيض. الابيض. انا هتكلم كله على الابيض. تمام. التجار المزارع مسلمه ب 68. انت استلمت بكام؟ لا ما هو في حاجه بقى يا زش. في عايزين نوضح للناس كل حاجه. في النقل، مصاريف النقل. انا عارف دي تكاليف. انا عارف. ما هو التاجر لازم يحط الهامش ربح عشان النقل. بالظبط. فانا بقول انت كمحل استلمت من التاجر بكام؟ بيوصل لنا مثلا عايزين نعمل شفافيه للناس. مثلا 72. 70. بتحط انت بقى في جنيه العجز. المكان الوزن. بتعجز. من بالليل للصبح بتعجز. بيبقى فيها جنيه بس الكيلو. تمام. الاسعار يا جماعه فعلا نزلت. الحمد لله. انت بايع النهارده بكام؟ 10 جنيه على المكان. نزلت 10 جنيه على المكان. في الكيلو على المكان. احنا سجلنا معاك ليه النهارده يا استاذ احمد؟ ده الشرف. عشان الله يخليك، عشان اي محل ما اعترفش بنزول الاسعار وباع غالي. احنا كده بنوضح للناس ان اللي انت اشتريت منه ضحك عليك. ولو انت مش مصدقنا تعالى لمحلات ابو كامل هيبيع لك بالسعر. على راسي من فوق. انا الله يخليك، انا عرفت ان امبارح المزرعه 68. النهارده بورصه الدواجن الرئيسيه في بنها او في القاهره اعلنت ان نزول السعر 2 جنيه عن امبارح. ده يظهر بكره. انت طبعا لو نزل هتبيع برضه ارخص. جديد طبعا. تمام يا استاذ احمد. وهبلغ كل احنا بنعتبر يا استاذ اشرف اللي بيتعامل معانا صاحب مكان، ما بنعتبروش زبائن، لانها كلها اهلنا وحبايبنا وجيراننا وناسنا واخواتنا وكلنا يعني واحد، كلنا واحد. لكن انت خلصت البضاعه يا استاذ احمد، ما عادش عندك من بدري الحمد لله. طبعا نزول الاسعار شجع الناس والحركه الكبير الحمد لله. رقم التليفون يا استاذ احمد اهوت. قوله كده انت وانا مسلط الشاشه عليه. 0100 881 373. ده رقم تليفونك والواتس. تمام. بنبلغ دايما الشارع ايه العنوان يا استاذ احمد؟ شارع ابو الفتوح. شارع ابو الفتوح بجوار صيدليه حسام محل ابو كامل. على اول من ناحيه طريق بلاس، على اوله توكيل العربي ومستشفى الندى للصحه النفسيه. تمام. ومن ناحيه المجمع التقاطع مكتبه ابو ديره، من ناحيه المجمع الاسلامي مجمع رضا الشلال. تمام. ربنا يبارك لك. اي حد يا جماعه هيبيع بسعر وبضمير احنا عندي استعداد اروح له لحد عنده زي ما سجلت مع اخويا احمد اسجل عنده. انا عايزك انت بكره من غير ما انا اجي لك فيديو يوميا الصبح وانت بتستفتح بالاسعار، وابعتولي ينزل على الصفحه وينزل عند كل الناس، عشان اي حد ما بيغيرش الاسعار ويخلي الناس زي ما الاسعار بترفع والمحلات بترفع لما تنزل ننزل ونبيع للناس بالسعر النازل. تمام يا ابو كامل. استاذ احمد يا جماعه كليه حقوق، الموضوع ده له قصه ثانيه هنبقى نتكلم فيها. انا بشكرك وبحييك وربنا يوفقك يا استاذ احمد. حضرتك شرفتني والله وشرفت حضرتك. نقول تاني محلات ابو كامل طلخه شارع ابو الفتوح. الله يبارك فيك حبيبي. شرفتني يا استاذ.